راهيب مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل بین دینیمان و پادیمان هر نشتمان دینیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن لاوی کرد را کوی سرفی و شیران بابا کوی نشی بکن تاجی جیهان بابا کوی نشی بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن کردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وحياكم الله أينما كنتم يا أحبائي مشاهدي بيف تي في الأعزاء، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بوقته وتاريخه كأول برنامج وحلقة على شاشة قناتكم الهادفة بيف تي في عامها الثاني، وأيضا بمزايا وخصال ضيفنا الكبير بكل القيم الإنسانية النبيلة والإبداعية الفكرية. إنه الناشط الحقوقي والكاتب والشاعر الكردي المعروف إبراهيم اليوسف، والذي أسميه دائما برسول الثقافة الكردية السورية نيرة، حيث أنار المكتبة الثقافية الكردستانية العامة والسورية بالعديد من المؤلفات القيمة ما بين الشعر والرواية والمقال السياسي والحقوقي، وقد نالت معظمها إن لم يكن جميعها الثناء والشهرة في الأوساط المحلية والإقليمية والعالمية، وكتب عنه معظم النقاد الكرد والعرب المشهورين دراسات أدبية مادحة ومعتبرة من قيمها الثقافية. وقد عرفته منذ أكثر من 3 عقود من الزمن رفيقا وزميلا وصديقا وأخا عزيزا غاليا، وهو سنديانة الإبداع الكردي السوري الشامخ. إنه أبا أيهم نورتنا. أبا أيهم نورت شاشة بيف تي في. مساء الخير أستاذ سليمان، مساء الخير لجمهور بيف تي في الكريم. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بك. أبا أيهم، نعرف بأنك ولدت في قامشلو عاصمة إقليم كردستان الملحق بسوريا، وفي أسرة دينية وبيئة ثقافية مقسمة ما بين القومية والماركسية، وببلد شهد آخر انقلاب عسكري قاده المقبور حافظ الأسد عام 70، حيث أنت من مواليد عام 60. أكملت دراستك الجامعية أدب العربي في جامعة دمشق. ما تأثير ذلك كله على نشأة إبراهيم اليوسف الطفل والشاب؟ نعم، أحييك صديقي أستاذ سليمان. طبعا السؤال يعني يستحق مساحات واسعة من الإجابة. سأنطلق من ولادتي الأولى. ولدت أنا في قرية، اسم هذه القرية هي تل أفندي. هذه القرية طبعا إحدى قرى منطقة الجزيرة، تقع ما بين عمودة والدرباسية والحسكة، وأيضا كانت قامشلي بالنسبة إلينا هي العاصمة لنا كعائلة، باعتبار أن عائلتنا
جميعها كانت تسكن في قريبا من مدينة قامشلي. وفي مدينة قامشلي أول بيت طبعا سكناه واشتراه والدي. طبعا هذا البيت كان في مدينة قامشلي. في هذا البيت طبعا بدأ الوعي الأول لدي يتشكل. طبعا أنا ولدت في أسرة كما تفضلت، والدي كان رجل دين، جدي أيضا كان رجل دين، وسلسلة يعني الآباء والأجداد جميعا يقال عنهم بأنهم كانوا معنيين بأمور الدين والفقه والشريعة. وهكذا بالنسبة لعمومتي، يعني كانوا مثقفي زمنهم في تلك المرحلة. لا أخفي القول أني أخذت يعني شحنة ما تجاه النظام، تجاه الاستبداد من والدي. أنت ذكرت يعني انقلاب حافظ الأسد في سبعينيات القرن الماضي. أنا أتذكر أول عملية انتخابية أو استفتاء، لا أتذكر يعني على الضبط أو تحديدا ماذا كان. تذكر أول مرة يقاد الناس من قرانا في تلك المنطقة إلى مخفر تلبيدر القريب يعني من قريتي. سألت والدي عن يعني عن الرئيس يعني حافظ الأسد، فطبعا كان له موقف آنذاك. فقال يعني كلمته في ذلك الرجل في تلك الفترة: كنت أتصور أن من يكون رئيسا يكون عبقريا، يكون ذكيا، يكون مبدعا. فطبعا قومه بحسب فهمه في تلك المرحلة بأنه إنسان عادي وإلى آخر ما هنالك. وقبل الانتخابات بيوم واحد أو قبل إلزام الناس على التصويت له للرئيس المفروض على سوريا، ذهب إلى قرية تل معروف، إلى مدينة شيخه، ليتهرب من التصويت لحافظ الأسد. يعني ذلك الموقف بقي في ذاكرتي، وكتبت عنه أكثر من مرة، وربما في أكثر من مقال، وفي أحد كتبي أيضا كتبت عن ذلك. ذلك الموقف نشأ لدي، ولذلك طبعا كنت على الدوام أواجه أي سلطة استبدادية. عندما كنت طفلا صغيرا، وهذا أيضا أشرت إليه وتحدثت عنه، عندما كنت طفلا صغيرا وأجد شخصا ما في الشارع يعتدي على آخر، كنت أعتبر نفسي سلفا يعني منحازا إلى ذلك الضعيف في الشارع. ذات مرة انحزت إلى شخص يعتدى عليه، وإذ به بائع دخان، مهرب دخان، يعني يبيع الدخان في الشوارع في شارع مدينة القامشلي. وطبعا كانت لي مواجهة مع الأشخاص الذين تعدوا أو اعتدوا عليه. يعني هذه هي الملامح الأولى لشخصيتي. أيضا يتحدث أهلي عندما كنت في مرحلة ما بعد الرضاعة، ما بعد يعني الوعي الأول المنزلي، أيضا تحدثوا عن بعض من هذا التمرد لدي. كان هناك تمرد لدي. أنا نشأت حقا متمردا، ولكن كنت في المحصلة أراعي القيم العامة من حولي، يعني ثمة خطوط حمراء حتى الآن أنا لا أتجاوزها، ولكنني متمرد من يعني ناحية المصلحة. عندما تكون لي هناك مصلحة أنا أتمرد عليها، عندما يكون هناك سلطوي أنا أتمرد عليه، عندما يكون هناك استبداد دكتاتورية أحاول التمرد على كل ذلك. أبايهم تلك البيئة كانت يعني أسرة دينية، ولكن بيئة ممزوجة ما بين الثقافة القومية والثقافة الماركسية آنذاك. كان هناك ثقافتين في البيئة الكردية وسوريا عامة، والكردية خاصة. يعني كيف أثر ذلك على شخصيتك وعلى شبابك تحديدا؟ نعم، لا أخفي أن والدي كان له موقف نقدي صارم تجاه الماركسية، وكان يتحصن في الرد يعني على الماركسيين. طبعا هذه النقطة من الممكن عندما أتوقف عندها أن يعني أن أستفيد منها وأقرأ شخصيتي أكثر، أو يقرأها الآخرون من حولي. وعندما علم بأنني قد يعني انتسبت إلى الحزب الشيوعي، فطبعا كان في البداية طبعا لم يكن يعني مرتاحا، ولكن كنت قد بلغت آنذاك سن النضج،
يعني صرت يعني استطيع ان اقرر يعني مصيري بيدي. طبعا الوعي كان مسيطرا انذاك، والاصدقاء الذين كانوا من حولي، الاصدقاء الذين اثروا في جيل كامل، كانوا هؤلاء الاصدقاء اليساريون والشيوعيين الذين انا مدين لهم. ذلك الجيل انا مدين لهم. وبالتاكيد طبعا والدي كانت لديه روح قوميه عارمه. طبعا الرمز الاول كان لديه الملا مصطفى البرزاني، يستمع الى اخبار الراديو الثوره، وانا فتحت عيني على تلك الاخبار. وحب والدي وارتباطه يعني بالجبل. اتذكر لحظه تلقيه لخبر وفاه ورحيل الملا مصطفى البرزاني. هذه امور كلها ظلت محفوره في ذاكرتي. ولذلك انا بحكم ان اسرتي دينيه، والدي كان قوميا، وهناك بعض الناس الان، احدهم كان يعني في دوره ماضيه سكرتيرا لحزب كردي، حدثني عن علاقته بابي وموقف ابي القومي. ايضا الوالد المحيط في القريه التي ايضا ولدت فيها حقيقه، يعني ال الخضر، الحاج سليمان اغا، محمد السنانيك، العم صلفيش، وهؤلاء كانوا يعني قوميين، ولكن القوميه كانت محاصره في تلك المرحله. كان هناك تسلط على هؤلاء. اتذكر ذات مره جيء بجريده لحزب كردي في ستينيات القرن الماضي. انا كنت طبعا بعد طفلا، كانت تقرا في الجريده عندما جاء الدرك الى القريه. طبعا كانوا عابرين، فتذكرت كيف اخفوا تلك الجريده وكيف كانوا يحرقون تلك الجريده يعني. وكان والدي يقراها لبعض اصدقائه، بعض القرويين الريفيين الذين كانوا من حوله، وكانت الجريده تؤتى لهم. يعني هذه الامور كلها اثرت في ذاتي. لذلك انا يعني التربيه البيتيه الدينيه، ولع والدي بقوميته، والمحيطين بنا ايضا ولعهم بقوميتهم، والافكار التي نشات عليها لاحقا، وهي تاثيرات الاصدقاء كلها اثرت علي. لذلك صديقي، كانت لدي معادله في كل ذلك. انا لم اخذ موقفا متشنجا من احد. يعني انا قرات يعني الجانب المضيء في الاسلام، انا يعني اتقبله واتبناه ايضا. والان حتى في اسرتي يعني لا امارس دور متسلط على رؤاهم، خاصه فيما يتعلق بقناعاتهم الروحيه والغيبيه. ايضا هناك مساله اخرى، مساله الجذر القومي والاعتزاز بالقوميه. انا من جيل من جيل شبابي كردي، كنا نقول نحن طبعا كنا نحن امميون طبعا، ونعتز بقوميتنا. نحن شيوعيون ونعتز بقوميتنا. كنا نقول يعني نتبنى ذلك الشعار. والرفاق الذين عملوا معي في تلك المرحله، مقالاتي الاولى، ديواني الاول للعشق للقبورات المسافه، طبعا تمت محاربتي لاجله، باعتباره يعني كان يقال عنه بانه ديوان يدعو الى القوميه الكرديه. طبعا الشيوعي الحقيقي، المؤمن الحقيقي، عليه ان يناصر القوميه الكرديه. اتذكر صديقا لي كان شاهدا، الاستاذ حسن قاسم، وهو كاتب واشتغل في الاعلام، وهو الان طبعا مسؤول في يعني مجال المجتمع المدني، ويقيم في كردستان، ومدرس ماده الرياضيات. فشاهدا على موقف جرى امامنا، كان يعني يقال يعني احد المتسلطين قال له هذا قومي متستر بالشيوعيه. حقيقه انا للان ما زلت في اعماقي يساريا، ما زلت شغوفا بقوميتي، ادافع عنها وادافع عن قوميات كل المظلومين السوريون من حولي. انا ادافع عنهم، منذ بدايه الثوره يعني تبنيت خطاب الثوره. للاسف هناك في صدمنا بهؤلاء الذين حرفوا بوصله الثوره السوريه. تفضل استاذ ابراهيم. كثيرا ما يسالونني، وكل الشيوعيين السابقين سواء المنظمين او اليساريين،
هناك الآن هجمة على الفكر اليساري بأن الشيوعية واليسارية ضد الأفكار القومية، بينما نتذكر جميعا مقولة لينين: أنا روسي قبل أن أكون شيوعي. يعني فالشيوعية والقومية لا يتعارضان أبدا. ما تعليقك، ما ردك هنا يعني قبل أن ندخل؟ طبعا يعني مشكلتنا أننا ابتلينا بذاكرة ضعيفة، ذاكرة قريبة المدى، نقرأ ما حولنا. يعني الشيوعيون لم يكونوا سيئين بهذا الشكل كما يحب بعضهم أن يصورهم. الشيوعيون كانوا طبعا الشيوعية الحقيقية كانت نصيرة حقيقية أيضا للفقراء، للمظلومين، للمضطهدين، كانت صوت الذين لا صوت لهم. والشيوعيون الحقيقيون كانوا يقفون يعني بكل ما أوتوا من قوة، من مواقف، من مع أهلهم الكرد كشعب مظلوم. ولكن وعملوا كردستان الحمراء، دعني يعني أقول كردستان الحمراء عملها لينين، ولكن ما بعد ستالين بدأت سقطت الشيوعية، كما أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فمحمد مات، ومن يعبد الله فالله باقي. يعني في نعم، ماركس هذه مسألة حقيقية. نعم. موجودة. نحن نتحدث الآن عن طبعا المثال الذي أتيت به مثال واضح وصارخ، نعم أوافقك. ولكن يعني عندنا في سوريا طبعا الجبهة الوطنية أو ما سميت بالجبهة الوطنية التقدمية، طبعا يعني أجهضت الكثير من مواقف الشيوعيين وأثرت على بعض القيادات. ولكن حقيقة يعني الشيوعيون الحقيقيون كانوا وما زالوا، يعني هؤلاء الذين كانوا شيوعيي البدايات، هؤلاء بكل تأكيد كانت مواقفهم واضحة من النظام، من السلطة، من الكرد. فقط هؤلاء الذين كانوا منتفعين، الذين كانت لهم حصص، الذين كانت لهم منافع، هؤلاء كانوا يحاولون أن يكبحوا جماح القواعد الحزبية. أنا حضرت مؤتمرات حزبية كبرى في دمشق للحزب الشيوعي السوري، وكنت أجد ذلك الهيجان. كانت هناك نقاشات طويلة تتم من أجل القضية الكردية، من أجل حق تقرير المصير للشعب الكردي. يعني هذه القضايا كانت تطرح على يعني كان الكرد يطرحونها، شباب رفاق من عفرين، رفاق من كوباني، رفاق من الجزيرة، من دمشق، كانوا يطرحون هذه القضايا. أيضا كان هناك سوريون أيضا يتبنون هذا الخطاب. ولكن للأسف يعني أنت تحدثت عن نظام والبعث. طبعا ليس الأسد وحده، وإنما نحن ابتلينا بحزب البعث العنصري الشوفيني الذي عاد الجميع وحاول ألا يبقي أحدا سوى ذاته، ولذلك فهو الآن يذهب ويرحل وسقط أمام أعين الناس جميعا. أبو أيهم، نعود إلى إبراهيم اليوسف معلما ومدرسا وشيوعيا نشطا. ماذا أضاف ذلك لشخصية إبراهيم اليوسف؟ يعني أنا كشخص بصراحة يعني أحببت مهنة التعليم عندما كنت تدريس ما بين معلم وتدريس. حتى أنت طالب جامعة درست، كنت معلما على ما أعرف يعني. نعم. حقيقة يعني أنا أحببت مهنة التعليم، وهذه المهنة طبعا اخترتها وذهبت إليها. طبعا علمت وأنا في الثامنة عشرة من عمري في قرية طوبو. كان بيني وبين طلاب الصف السادس الآن قبل قليل تحدث أحدهم معي وهو أخي أحمد، يعني ذلك الجيل، يعني كان بيني وبينهم سنوات قليلة من العمر. طبعا أحببت هذه المهنة، ولكن للأسف دائما كنت أصطدم يعني نتيجة مواقفي، ولا سيما بعد أن تمت طباعة كتابي الأول أو ديواني الأول للعشق للقبورات والمسافة، فإن مخبري النظام وعيون النظام وكتبة النظام، وهناك من كنت أعرف من هم، يعني طبعا من الكتبة يعني آنذاك، يعني دبجوا تقارير ضد هذه المجموعة. وكتبت عن ذلك في مشروع كتاب لي، نشرت فصلا منه في مجلة رابطة الكتاب السوريين. كتبت عن تلك المرحلة. طبعا كانت مجموعتي الشعرية موجودة على طاولة
أمين فرع حزب البعث كان اسمه إبراهيم عزو، وهذا الكلام ربما قلته في مقابلات أخرى. جاء بعبارة لي: وجه حبيبتي خريطة. طبعا أنا كنت يعني في بداية شبابي وكتبت هذه العبارة، ربما الآن لست راضيا عنها من الناحية الفنية، أنه وجهها خريطة ربما بهذا المعنى. فقال لي: ماذا وجهها خريطة وليس وردة؟ فقلت له: عندما تصبح أنت شاعرا يا سيادة أمين الفرع، طبعا عندما تصبح أنت هكذا. طبعا كان هناك قساوسة أو رجال دين مسيحيين موجودين، وكان الشيوعي المرحوم أبو وليد نوري فرحان معي، طبعا كان يتوسط من أجل إعادتي للتعليم دون جدوى. فقلت له: عندما تصبح أنت شاعرا اكتب وجه وردتي حبيبة، أنا أكتب وجه وردتي خريطة. طبعا وقف هو ضدي، وكان هو يقود العملية طبعا بحكم مهمته الحزبية آنذاك. ونحن هنا نعكس وجه إبراهيم اليوسف المبدع الراقي الجميل بكل قيمه الإنسانية والنبيلة. التقيت بك أبا أيهم أول مرة بالخدمة العسكرية الإلزامية منذ أكثر من 32 سنة، وكنت جنديا مدافعا عن حقوقك القومية وعقيدتك السياسية والشيوعية. يعني لا أجامل، لا وتعرفني، ولكن كان لك هيبة ما بين الجنود وصف الضباط، وحتى مع قائد الفرقة رتبة لواء كان يهاب إبراهيم يوسف، ومن خلالك يهاب الكرد. كنت مدافعا عن قضيتك القومية بالتوازي مع مبادئك السياسية الماركسية. هل كان ذلك نابعا من إيمانك بعدالة قوميتك ومبادئك السياسية؟ عموما ذكرتني بذلك. كان قائد الفرقة آنذاك اسمه توفيق ماجد جلول. طبعا أنت تتذكر لقينا يعني دورة، كانت دورة يعني دورة تعذيب في الحقيقة. يعني تشبه بعد الدورة طبعا هو بحث عن أسماء الذين يقومون يعني الذين كانوا يمارسون مهمة التدريس في حياتهم المدنية. كنت المدرس الوحيد يعني الذي أحمل شهادة اللغة العربية. وطبعا قام بتفريغي لتدريس بناته الثلاث. طبعا قال لي آنذاك الرجل وعملني بكل حب ووقف معي، عندما طبعا هو وقف معي وكان له موقف بصراحة من نقلي فيما بعد. هذا الرجل يعني آزرني وساعدني. طبعا أتذكر أطلعني على كتب كانت موجودة في بيته. جريدة نضال الشعب كانت تصله، مجلة دراسات اشتراكية كانت موجودة في بيته. قال لي: هذه المجلة أو الجريدة هي لرفاقك. طبعا هو كان على علم بأنني آنذاك يعني كنت ملتزما بالحزب الشيوعي، يبدو أنه قد أجرى دراسة عني آنذاك. أيضا حدثني عن الملا مصطفى البرزاني بكل إعجاب، وروى قصص عن بطولات الكرد. طبعا ذات مرة كنا يعني دعاني إلى سهرة بعد الساعة 12 ليلا، كان لديه خدم. أتذكر قال لي، هذا كان اللقاء الأول: هل أنت من منطقة الجزيرة من القامشلي؟ أنت من كردها أم من عربها أم من سريانها؟ قلت له: أنا من كردها. طبعا حدثني آنذاك عن الملا مصطفى البرزاني. طبعا أينما يكون المرء يكون هو سفيرا لشعبه، سفيرا لقومه. أينما يكون المرء فبكل تأكيد هو يدافع يعني عن ذويه، عن أهله. وجدت نفسي نعم العساكر آنذاك بالفرقة 11 كانوا قريبين مني، الذين كانوا يتعرضون لمشكلة ما كنت أقف معهم كأخ لهم. كنا كبار سنا أكبر منهم، وكانوا يحترمونني فعلا. يعني الكثيرون كانوا يحترمونني باعتبار أنه كانت لي كتب صادرة في تلك المرحلة، وكانت لي مقالات تنشر في صحيفة تشرين وأنا في تلك المرحلة. كان ينظر إلي يعني باحترام خاص نتيجة وضعي الثقافي، إلا أنني لم أكن أساوم. نقطة أخرى، أنت تحدثت عن التدريس وعن الفرقة 11. أنا درست في قطر وتركت التعليم
في قطر، تركت التعليم هناك بعد 50 يوما من العمل، طبعا لانني حافظت يعني على كرامتي، على ابائي، على كبريائي. اول راتب اتذكر ارسلته لزوجتي كان مبلغ 150 ألف ليرة سوري، شهر واحد، الشهر الأول. راتبي في سوريا كان حوالي 5000. بعد يعني قبل أن ينتهي الشهر الثاني هتفت لزوجتي وقلت لها أنا سأترك العمل. طبعا لم أقبل أن أهان يعني في المدرسة. المدرسون العرب يعني الذين كانوا يقومون بممارسة التعليم في هذا البلد الخليجي كانوا يتنازلون للطلاب، يتنازلون للإدارة، كانوا يعني منهم من يصب حتى الشاي أو القهوة لمدير المدرسة، وهذا ما حدث أمام عيني أحيانا. كنت أحافظ على كبريائي. وطبعا المدير المدرسة بعد أن تركت أنا قال لأحد المدرسين، وهو الآن أعتقد لا يزال موجودا في مدرسة الوكرة في الدوحة، قال هذا الرجل عني أنا أنه كان شيوعيا. يعني أنا كنت تارك للحزب الشيوعي، ولكنني هناك كنت يعني أدافع عن الشيوعيين، ولا أقبل أن يقال بأنه تنازل من أجل راتبه. وحقيقة لو أنني أردت أن أكون يعني بوضع اقتصادي أفضل لا قبلت ولا أذعنت لما هو سائد هناك في تلك المدرسة، ولا كانت أوضاعي مختلفة الآن، ولا أكون في الحالة التي وصلت إليها. وأذكرك بموقف للعميد إبراهيم سلامة، كان تبع الشؤون الإدارية بالفرقة، قال لك كنا أنا وياك و أحد الأشخاص الآخرين أنه أنا كمان أخي مسؤول الحزب الشيوعي بحمص، ونحن من عائلة شيوعية ونحترمكم ونحترم الكرد. هاي كانت نتيجة كان يمالقني. كان هناك ضابطا اسمه إبراهيم حنا عاقبني وأدخلني السجن 11 يوم، أنا والمرحوم يعني سليمان ومحمد الحمود، كان شيوعيا من منبج. نعم أدخلني السجن وكتبت قصيدة عنه. المهم يا ابن حنا، قصيدة طبعا كانت عبارة عن سجعة استظهرها العساكر آنذاك واستدعاني وقال يعني إذا سمعت هذه القصيدة من أحد العساكر أو صف الضباط أو الضباط مرة أخرى سوف أدخلك السجن مرة أخرى. المهم أنا نسيت القصيدة الآن، أنت ذكرتني بها. كان اسمه إبراهيم حنا وإبراهيم سلامة، نعم أتذكر، كان له أقرباء في الحزب الشيوعي السوري جناح الراحل يوسف فيصل. تماما أخي. لنعد لنتحدث الآن عن إبراهيم اليوسف الصحفي، حيث أسست وترأست تحرير مجلة المواسم، وعضو هيئة تحرير مجلة الأوراق التي ترأس تحريرها صادق جلال العظم، وكذلك بالقسم الثقافي في جريدة الخليج الإماراتية، وبهيئة تحرير جريدتي نضال الشعب وقاسيون، ومؤسس جريدة القلم الجديد بالعربي، أحد مؤسسي وهيئة تحرير أسرة تحرير القلم الجديد، وتصدر عن الاتحاد العام، عن اتحادنا الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد باللغتين العربية والكردية، ومؤسس جوائز أدبية منها جائزتي جيجر خوين وحامد بدر خان، وناهيك عن تأسيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، أو الرابطة، يعني كانت الرابطة والآن اسمها الاتحاد وغيرها. طبعا ما هو رسالتك وغايتك من ذلك كله، ورؤيتك لدور الصحافة والإعلام في بناء المجتمعات الحرة، وخاصة تقييمك للإعلام الكردي والكردستاني العام؟ حقيقة أنا عنيت يعني بالصحافة كسلاح للدفاع عن المظلومين وعن المضطهدين. عندما كان يعتدى على أحد من حولي أو تلقى ظلما أو عسفا، كنت أقول في قرارتي وأحيانا أعلن أنني سأكتب ضد هذا الموقف. وكثيرا ما كتبت وواجهت يعني هؤلاء الذين اعتدوا أو مارسوا التعسف والعسف بحق الآخرين. يعني طبعا نظرت إلى الصحافة كلسان حال للمظلومين قبل كل شيء، ولذلك فأنا
يعني أجلت مشروعي الثقافي. يعني ذات مرة يعني أحسست بأنه مر حوالي 20 عاما دون أن أطبع أي كتاب. يعني هذا طبعا السبب الرئيسي كان هو انشغالي بالعمل الصحفي، بالريبورتاجات، بالتحقيقات، بالمقالات التي تتناول امور المواطنين، لقمه المواطنين. هناك قضايا صعبه جدا، يعني احيانا كنت يعني احاول ان اواجه خلالها الظالمين، تعرضت للكثير من يعني تعرضت للكثير من الضغوطات. يتذكر ابراهيم باشا الملي ابو طلال، الان هو مقيم في السعوديه وله تحيه. طبعا ذات مره طبعا كنت ممنوع من السفر، والرجل توسط لدي توسط لي لدى طبعا رئيس فرع الامن السياسي السابق. ويتذكر صديق الان هو اسمه عبد الوهاب بحري، موجود في ديسلدورف، يعني في احد التحقيقات ربما قال له رئيس الفرع ذلك، كان يتوسط لي. فجاء الرجل بكومه مقالات لي، فقال مما قاله رئيس الفرع: انت تتحدث عن سيادة الرئيس، عن بشار الأسد. قلت له يعني النص الديني، وسميت أحد النصوص يعني نقديا، يعني لا ينظر إليه بقداسة، يجب أن نفككه. فالرئيس هو عبارة عن بشر قد يخطئ وقد يصيب. كان الموقف آنذاك على خلفية تصريح لبشار الأسد أنه إقامة دولة كردية خط أحمر. طبعا فأنا رددت عليه وأنا في الوطن. أتذكر يعني أتصور أنهم قلة الذين ردوا على بشار الأسد في عام 2003 بأن إقامة دولة كردية خط أحمر. ذات مرة أيضا بشار الأسد قبل 2004 قبل الانتفاضة قال أن الكرد، طبعا وأنا قرأت هذه العبارة في كلنا شركاء في أيمن عبد النور. طبعا سألته عدة مرات عن الأرشيف فقال الأرشيف ضيع أو أتلف. قرأت له عبارة يقول الأكراد هم عبارة عن براميل حول دمشق. طبعا هذا قبل انتفاضة دمشق ورددت عليه. هذه المقالات يعني كانت موجودة بين الأرشيف. أيضا مرة أخرى عندما منعني الأمن القومي من السفر وفوتوا علي فرصة عمل أخرى في الإمارات، وبقيت أشهرا وبقي في جواز سفري عنده. وتوسط التاريخ لي توسط صديق الشاعر صقر عليشي. فأيضا أثناء التحقيق جيء يعني سيديات، جيء بفيديوهات، بفلاشات فيها أصوات، بجرائد، بمجلات. يعني فقلت للمحقق الذي حقق معي، قلت له يعني هذا الارشيف يقينا هو يعني غير متواجد لدي. ليتني حصلت على نسخه لي من هذا الارشيف الموجود لديكم. يعني كان هناك تتبع لنا لما نكتب، بمعنى ان ما كنا نكتبه في الصحافه انذاك كان مؤثرا، وانا كنت مرتاحا في اعماقي لانني افعل شيئا ما. صحيح ان الظلم كان مستمرا، صحيح ان الاعتداء على الناس كان مستمرا، ولكنني كنت ابدي موقفا نقديا من خلال العمل الصحفي، وجاء هذا على حساب مشروعي الادبي. طبعا الان يعني لو اعود الى تلك المرحله ايضا ساكتب في الصحافه. يعني انا عشقت مهنه الصحافه في القريه. عندما القريه التي ولدت فيها تل افندي، كان يقول لي اصدقائي في القريه ولا يزال احدهم يذكرني بها، عثمان حمزه ملي الان في مدينه الحسكه، كان يقول لي انت كنت في طفولتك طبعا تكتب على اوراق ما وتعلقها على جدران المدرسه، على جدران البيت. يعني كنت اكتب عن امور ما يوميه، يعني مازحا ساخرا ممن حولي. كنت اكتب قصائد، كنت اكتب بعض انواع السجع في بعض اهل القريه من الجيران من الاصدقاء، وكانوا يتقبلون ذلك. بمعنى انني منذ الطفوله لجأت الى عالم الكتابه للتعبير عما بي.
لا أجدني ميالا إلى الخطاب الشفاهي والحماس، بينما أجد أن الكلمة هي الأكثر تأثيرا، الكلمة المدونة، والصحافة كانت أحد وسائل الكلمة المدونة. في الإنجيل نعم. في البدء كانت الكلمة بالإنجيل، يعني جدا البدء كان الكلمة. نعم، كان الكلمة. نعم عزيزي. أستاذ إبراهيم، البريطانيين يعتبرون الصحافة والإعلام يصفوها بالسلطة الأولى وليست الرابعة، لأنها يقولون حرفيا لأنها تنتقد الملكة، والملكة أعلى سلطة في البلاد. هل رؤيتك للصحافة الشرق الأوسطية عامة، العربية والكردية وتحديدا الكردية، يعني هل ما زال لها دور؟ هل لها قيمة؟ الإعلاميين ينالون ما يستحقونه من حرية وتقدير لجهودهم؟ أنا شخصيا يعني تبنيت هذه الرؤية في أعماقي قبل أن أطلع على رؤية التنظير البريطاني للصحافة. يعني كنت أجدني أنا مسؤولا عن كل شيء، بمعنى أي خطأ يتم، أي موقف، يجب أن تكون لي كإعلامي بصمة، وقدر الإمكان حاولت خلال عقود حياتي أن يعني تكون لي رؤيتي تجاه كل ما أصادف وأواجه. بالنسبة لإعلامنا الكردي للأسف أقول طبعا الإعلام الكردي إعلام البدايات، إعلام الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى العام 2000 كانت له ظروف محددة. أنا أحيي هؤلاء الذين اشتغلوا في مجال الإعلام الكردي، كانوا طبعا وفق ظروف تلك المرحلة يستنسخون جرائدهم وتوزع سرا، وضبط جريدة في جيب أحدهم كان يعني يؤدي به إلى السجن وإلى الاعتقال والنفي وتحريمه وأسرته من لقمته، وحتى يعني كان مصيره كان سيكون مجهولا. يعني هذا ما كان بالنسبة للبداية. الآن مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي للأسف، يعني نحن الذين كنا نجد أنفسنا إعلاميين ولنا تأثير وكلمتنا كانت مسموعة، نجد أن كثيرين منا بدأ يحاكي المتسطحين، لا سيما في الفيسبوك، سواء عبر السخريات، سواء عبر تبني خطاب هابط في مجال النقد، سواء من خلال النظر إلى سيئات الآخرين، أخطاء الآخرين إذا كانت موجودة، وعدم إنصافهم وعدم النظر إلى إيجابياتهم. هذا أيضا ما بتنا نجده في صحافة اليوم. نحن الآن أمام مرحلة مهمة جدا. يعني الإعلام موجود، أنا كتبت كثيرا عن الإعلام الجديد منذ العام 2000 بعد أن انتشرت شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، ومن ثم ثورة الفيسبوك إلى آخر، والإنستغرام إلى آخر ما هنالك. أنا كتبت مقالات كثيرة ودعوت إلى ميثاق بين الكتاب وبين الصحفيين أن تكون هناك حدود ألا يتجاوزوها. للأسف نجد أن هناك من ينتهك الأعراض، نجد أن هناك من يسيء إلى الآخرين، نجد أن هناك من يستطيع أن يقول الشيء وضده وليس لديه أي موقف مسبق. ثقافة الكراهية بدأت الآن تنتشر. فأنا يعني أطلق ندائي الآن، وأحاول حتى على صفحتي الفيسبوكية أن أواجه أمثال هؤلاء الذين ينشرون ثقافة الحقد والكراهية وثقافة ردود الفعل. هناك كثيرون يعني أصيبوا بالعقم الثقافي، بالعقم الإبداعي، بالعقم الإعلامي، وليس أمامهم إلا كبح جماح الذين يقدمون الخير لمن حولهم. أن يجدوا مؤسسة ما تعمل، أن يجدوا إعلاميا يعمل، كاتبا يعمل، يحاولون كبح ذلك الشخص والإساءة
اليه. وطبعا هذه الظاهره انا انادي بالكف عنها، لان ونحن مطالبون بان نمد ايدينا الى بعضنا، وان أن 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 نعمل سويه، وان نتحاب، وان نبني جسورا من الحب بيننا بين بعضنا. هؤلاء انا لا اهادن هؤلاء الذين، لا سيما الذين يرتدون لباس الثقافه ويحاولون التماهي مع المتسطحين الذين يسيئون في عالم الفيس. هؤلاء يجب ان نواجههم بحزم. طبعا ننبههم مره مرتين ثلاث، ولكن يجب ان نفضح خطابهم لانهم مؤذون. في الكرديه احاول وانا اتحدث الان اتذكر موقف انه عباره دب آذيتن، يعني هذه العباره لا استطيع ترجمتها الان، يعني هذه العباره ينطلق الهجوم، يعني الهجوم. نعم طعن الاخرين، الاعتداء على الاخرين. هذا المصطلح الكردي ده انا منذ ايام احاول ان اكتب يعني مقالا فيه. اتذكر هناك من كانوا يؤسسون لثقافه سيئه بيننا، هذه الثقافه لا تزال سائره. يذهب احدنا الى ندوه، قبل ان يذهب يقول انا سأسيء إلى المحاضر الفلاني، سأسيء إلى السياسي الفلاني. هؤلاء كانوا طبعا، ذلك السياسي كان يقيم ندوة وسط ظروف معينة النظام كان ضده، وأبناء جلدته ينطلقون من بيوتهم طبعا وفي دواخلهم. طبعا هنا أتحدث عن القلة، عن الندرة وليس عن الجميع. يجب أن أسيء إلى فلان، يجب أن أشطب على فلان، أنا عريت فلان أمام جمهوره، وكانوا يأتون بالكلمات الكبيرة والعبارات المعلوكة التي تتكرر ولمواجهة الآخر. هذا الخطاب الآن أصبح فيروسا، يعني يتبناه كثيرون منا في إطار ما يشبه الإعلام وهو إعلام مزور. فعلينا أن نقرع الأجراس وننتبه ونحذر منه. أبا أيهم، يعني هاي الحالة انتشرت في ظل تفشي حالة الحزبية التي نشهدها الآن، تكاثر الأحزاب، يعني فهي حولوا الإعلام إلى حالة بوق، يعني جردوها من مهمتها الأساسية في بناء الإنسان، في بناء الأوطان الحرة الكريمة. يعني برأيك إلى متى سيبقى الإعلام والحالة الثقافية الكردية يعاني من هذه المشكلة؟ حقيقة طبعا تشخيصك لما يتم هو تشخيص دقيق، ولا أعتقد يعني أن الحزبية وحدها مسؤولة. طبعا الحزبيون أنا أراهم مناضلين حقيقيين الذين عملوا في ظروف معينة، لهم وعليهم. يعني يمكن أن نسجل ملاحظاتنا على عملهم، ولكن الكردي الأزازي أنا وما بعدي الطوفان، هي ظاهرة صارت يعني. نعم هذه، لكن هناك جذور أبعد. هذه الجذور يعني المحمودكية والعثمانكية التي كانت موجودة قبل الحزبية، قبل المحمودكية والعثمانكية أيضا. يعني هناك روح التنابذ التي حاول العدو أن يزرعها في نفوس قلة منا. دائما أصحاب الوعي يتسامون على مثل هذا الخطاب، ولكن هناك من بيننا من يبثون سمومهم ويحاولون الإساءة. أجل فلنحذر من هؤلاء ونحاول أن نتواصل معهم. أنا أعلم منذ بداية الثورة كنت أتواصل مع مجموعة، مع كل الناس. يعني ماذا نفعل؟ هناك من تحدثوا وأنا كنت شاهدا أنه علينا أن نقوم بتشكيل الهكر من أجل كذا. يعني تصور، وحقيقة هؤلاء يعني جهودهم أثمرت. وأنا أيضا كنت يعني في كثير من الأحيان كنت هدفا لهؤلاء. الآن يعني عندي في البيت ملزم، لدي عشرات الأسماء إن لم أقل مئات الأسماء التي تم استعداؤها علي. يعني شخصيا أنا أتذكر الخصوم كانوا خصوم الإبداع، خصوم ردود الفعل، يعني خصومات كانت آنية عابرة. الآن هناك من اشتغل على هذا المجال وخلق أعداء حقيقيين، يعني أعداء، يعني هناك من يستهدفون الكرامة، من يستهدفون الاسم، من يعقدون جلسات واجتماعات من أجل الآخرين.
هناك كلام قلته. أنا كنت في مجلس عزاء في هانوفر، في مجلس عزاء لقريب، لأسرة قريبة لي. كان هناك الأخ شبال إبراهيم موجودا، وجاء طالب من طلابي الآن قبل أيام أيضا التقيت بهذا الطالب في مجلس عزاء في تلك المدينة في هانوفر أيضا. ذلك الشخص يعني قال طبعا لي انه انت عندما كنا طلابك كنت تدافع عنا وكنت تعلمنا كذا، وايام حلبشه كانت لك مواقف، ولكن الان استاذ يعني لماذا انت ضد الافكار القوميه العليا او ضد المشروع القومي كذا العمى؟ يعني ذلك الشاب يعني هو ضحيه يعني ايديولوجيا. يعني قالوا له، يعني قيل له او اقنعوه باننا نحن الذين ننقد الاخطاء التي تتم، باننا ضد المشروع القومي العظيم، من دون ان يعلم باننا في الخط الاول ندافع عن هذا المشروع وعن انسانيتنا وعن كرامتنا، وان هؤلاء الذين خدعوه انهم يحاولون يعني الدوس على هذا المشروع وعلى كل مشاريع وجودنا في هذا المجتمع او في هذا العالم. أبا أيهم، في تحيات كثيرة من كبار الشخصيات كبيرة جدا، كلنا في مشاهدين كثار يحيونك، يحيوا مواقفك الشجاعة. يعني لا أستطيع أن أذكر اسم لأنه تعرف مجتمعنا، إذا بدي أذكر كل أسماء شامخة وعزيزة علينا كثيرا، ولكن ما لفت نظري سؤال الأستاذ صديق شرنخي، له منا كل التحية. يقول لو تتحدث عن دورك هو يقول في أحداث، أنا أقول لا، في أحداث انتفاضة 2004 وليس أحداث انتفاضة، يعني كانت انتفاضة شاملة امتدت حتى لدمشق. يعني عن دورك يا ريت تتحدث عن دورك في انتفاضة 12 آذار 2004. أنا حقيقة كنت محظوظا بجيل من الأساتذة. قبل أن أتحدث عنهم يعني أرفع التحية إلى كل الجمهور الذي يتابعنا الليلة، وكل الذين يعني حيونا وحيوا هذا اللقاء الجميل. تحياتي لهم جميعا، وأتمنى لو أتواصل معهم واحدا. أستاذ صديق شرنخي، عفوا أستاذ مصدق عاشور كمان يحييك، صديقي العزيز مصدق تحياتي له أيضا. بالنسبة للأستاذ صديق طبعا كان أستاذي في الصف العاشر، وأنا كنت محظوظا بجيل من الأساتذة. يعني المرحوم إسماعيل عمر درسني في العاشر، الأستاذ خليل إبراهيم أيضا درسني، الأستاذ سليمان درسني، الأستاذ نصر الدين إبراهيم درسني. يعني جيل كامل. طبعا متين شمعون أنا مدين له يعني بحبه لنا. فأنا كنت محظوظا بجيل من المربين الأوائل الذين كانت لهم بصمات في حياتي الشخصية. أستاذ صديق حقيقة كان أحد هؤلاء الذين طبعا نشأت علاقة بيننا، وأنا كنت طالبا عنده وكان معلمي، والعلاقة لا تزال مستمرة. فيما يتعلق بالانتفاضة، حقيقة أنا يعني لي 3 مخطوطات عن الانتفاضة، أعددت بعضها للطباعة، وكنت أتوقع أن أطبعها في عام 2020، إلا أن ظروف كورونا يعني حقيقة يعني أجلت، وهناك ظروف أيضا أخرى يعني عرقلت مسألة طباعة هذه الكتب. هذه الكتب ال3 هي موجودة، تحدثت فيها عن يعني هي عبارة عن بعض أرشيفي الذي اشتغلت فيه. لم يكن مخططا يعني أن أقوم أن أؤدي هذه المهمة أيام الانتفاضة، فقط كان لدينا في البيت كمبيوتر. عندي أبناء، هؤلاء حقيقة كانوا الجنود المجهولين، هم الذين يؤدون هذه المهمة الكبيرة. كانوا طلاب تاسع. في سؤال خاص عنهم، خاص عنهم سنأتي إليهم بعد. نعم إيه. فهؤلاء كانوا يعملون، وأنا يعني اتصل بي دخيل شمو من إذاعة صوت أمريكا، اتصلت بي فضائية روج، وأنا أحييهم على مواقفهم آنذاك إلى جانب الانتفاضة، وكانت بيننا علاقات ود
تأسست على ذلك الموقف إلى فترة عندما كانوا ممنوعين في بلدنا. طبعا الفضائيات كلها يعني اتصلت. أنا أتذكر قلت ما يلي عبارة قيل، أحد المذيعين في إحدى الفضائيات سألني، قال أنتم الأكراد، يعني أنتم الكرد حرقتم المؤسسات وقمتم يعني إلى آخر ما هنالك. فقلت له نقطة دم كردي، نقطة دم إنسان بريء تعادل كل مؤسسات العالم. طبعا كان ذلك هو ردي عليه. طبعا اشتغلت على بميادين كثيرة. طبعا هناك كثيرون من الكتاب اشتغلوا. طبعا لا استطيع ان اذكر يعني اسماء الجميع، ولكن في مدينه القامشلي الاستاذ ابراهيم محمود كان سباقا. ايضا مسعود عكو كان في بداياته انذاك اشتغل. السياسيون الكرد للتاريخ يظلمون الان ويساء اليهم، ولكن كانت مواقفهم ضمن حدود اللحظه، وكانت مواقفهم صائبه. يعني طبعا جميع الكرد في تلك المرحله كانوا عباره عن روح واحده، وكانوا عباره عن يد واحده، وانا اتمنى ان تعاد تلك الايام. طبعا دروس الانتفاضه الكرديه طبعا نحن لم نستفد منها، مضى عليها يعني عقد ونصف من الزمن واكثر، وحتى الان يعني لم نعد الى تلك الادبيات، الى ذلك الارشيف الضخم. هناك من يقول أو أصوات كثيرة من الشارع الكردي أنه أحد أسباب إخفاق انتفاضة 12 آذار كان دخول الحركة السياسية يعني الجاهلة، هيك هم يقولون. ما رأيك؟ هل دور الحركة السياسية الكردية في إخماد الانتفاضة 12 آذار؟ أعتقد يعني النظام كان في أوج قوته آنذاك، والنظام كان سيلحق المزيد من الضرر بالكرد. من استشهد على يديه حوالي 50 شخص أو أكثر من 40 شخص في خلال أيام الانتفاضة، كان قادرا على أن يبيد مدينة قامشلي. وهناك أحد أبناء الأسد قال سأزيل مدينة عمودة من الخريطة، وهناك أنباء كانت تقول بأن طبعا مدينة قامشلي ستزال من الخريطة. وهناك النظام كان يحضر لحرب يعني بين المكونات في المنطقة، حرب لا تحمد يعني عقباها. أنا تقييمي الشخصي، وأنا هذا رأيي، أن الحركة السياسية الكردية تصرفت بعقلانية. طبعا أنا أعرف أن هناك من جبن، هناك من خاف، هناك من ارتعدت أوصاله، هناك من أعطى تصريحات خاطئة، ولكن هناك بشكل عام الحركة الكردية هي كانت في الواجهة. أتذكر أنا قيل لي، طبعا الشيوعيون حكوا لي وأنا كنت خارج الحزب الشيوعي، ذهبوا مدير المنطقة استدعى الأحزاب، كان من بينهم العم المرحوم حميد حاج درويش، فجاء رئيس الفرع، هكذا قيل لي طبعا. وربما الأستاذ حميد نفسه قال لي، أنا كتبت عن ذلك في أحد مقالاتي، طبعا الآن للدقة لا أعرف يعني التفاصيل. انظر يا حميد ماذا فعلتم. يعني طبعا أنا لي تعليق، واجهت هؤلاء طبعا بمقالات نارية، واجهت حتى ذلك رئيس الفرع آنذاك، وقلت أنتم من فعلتم ذلك. طبعا كانوا جميعا مستهدفين، وكانت الأضرار ستكون أكبر. هؤلاء تصرفوا بعقلانية. الانتفاضة أدت رسالتها، ولا نزال حتى يومنا هذا نستفيد منها. وما تم الآن من تغييرات في المنطقة هي بفضل هؤلاء الشباب، شباب الانتفاضة، وليس بفضل أحد من خارج مكاننا، من خارج كردستان سوريا. قبل أن نخرج من هذا الموضوع أستاذ إبراهيم، هناك من يقول حينما قال النظام أنه ماهر أسد تحديدا سنزيل قامشلو، نجر قامشلو كأنها ما لم تكن، كان هناك ردا قاسيا من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسهم الأخ الرئيس مسعود برزاني، قال أرسل وفد
هل لك فكرة، يا ريت لو تعطينا بدقيقة فكرة عن ذلك الموقف؟ نعم. عموما يعني أنا يعني كردستانيا حقيقة، يعني أصدقاؤنا من يعني السوريين، وهم طبعا ندرة كانوا يقفون معنا. الكردستانيون لم يقصروا. الرئيس مسعود البرزاني كانت له مواقف يعني أكثر من موقف، طبعا، وأكثر من تصريح. من يعد إلى أرشيف تلك المرحلة يجد رأي الرئيس مسعود برزاني، وهناك وفود ربما كردستانية طبعا جاءت إلى سوريا لتدافع عن الكرد السوريين. و يعني الإعلام الكردي، المظاهرات التي تمت من قبل شبابنا الكردي، جميع يعني تلك الروح الكردية والكردستانية، يعني جميع الكردستانيين يعني كانوا متعاونين مع كرد سوريا، يتظاهرون، يعني لا سيما شبابنا كرد سوريا كانوا يتظاهرون امام سفارات النظام. كانوا يعني طبعا ارسلوا رساله، يعني رساله مرعبه يعني للنظام السوري. النظام السوري وجد نفسه في ورطه، ولذلك فاننا وجدنا في يوم الاول من ايار اعتقد عام 2004 كلمه بشار الاسد، عندما يعني ادعى بانه عفى عن الشباب المعتقل الى اخر ما هنالك، يعني اعطى، يعني القى كلمه. فكل ذلك كان بفضل يعني جهود شبابنا، بفضل جهود الكردستانيين، والرئيس مسعود البرزاني كان من اوائل هؤلاء. نعم. وايضا مظاهرات الخارج، الدعم الخارجي. انا في لحظات الانتفاضه الباسله، وعندما كنت ابدي موقفا في مواجهه النظام، انا كنت استظهر، يعني استقوي باهلنا في الخارج. كنت اقول اذا اعتقلت، اذا تم الاعتداء علي، على بيتي، على اسرتي، فشبابنا في الخارج هم الذين سيدافعون عنا. للاسف الان يعني تلك الروح تم اجهاضها، واسباب اجهاضها معروف، وعلينا جميعا ان نعمل من اجل استعاده تلك الروح العظيمه، الروح العملاقه، لانه لا يمكن ان يكون لنا وجود وتواجد وحضور من دون تلك الروح، روح التوادد، روح الحب العظيمة التي كانت تجمعنا من قبل. طبعا كل التحية لأرواح شهداء انتفاضتنا الباسلة، انتفاضة 12 آذار 2004. أستاذ إبراهيم اليوسف، سنتحدث عنك شاعرا، لك قصائد ودواوين شعرية كثيرة. ماذا أضافت القصيدة لثقافتك الإنسانية والقومية والوطنية؟ ويا ريت نسمع قصيدة تختار أنت. حقيقة أنا يعني سأعترف الآن وأنا بين يديك وبين يدي الجمهور، يعني أحببت الشعر، ولكن ولعي بالصحافة واشتغالي في مجال السياسة، اشتغالي في مجال حقوق الإنسان، محاولتي إيجاد بصمات يعني في مجال المجتمع المدني، وربما يعني حتى الآن يعني كثيرون يعني ربما يبخسوننا دورنا وحقنا، لا سيما بعد عام 2011 عندما كثرت هذه المنظمات وبعد السقوط جدار الخوف. يعني أنا اشتغلت بهذه المجالات، وهذه المجالات طبعا كلها أثرت، يعني كانت على حساب قصيدتي. كنت أتمنى لو أنني اشتغلت في مجال الشعر وحده. أنا كتبت بعض الروايات، كتبت كتب في القصة القصيرة، كتبت في مجال الدراسات، في مجال النقد الانطباعي أو النقد الصحفي أيضا أنا اشتغلت، ولي أعمال صدرت بهذا، لكنني أجد نفسي أولا وأخيرا شاعرا. عندما يقال عني الروائي مثلا، أنا أحس أنه هذا ليس موقعي الحقيقي. يعني أنا لجأت إلى عالم الرواية اضطرارا بسبب وجود هم كبير. هذا الهم الكبير كان يجب أن يعبر عنه عبر نص سردي، وهذا ما زلت ما لا أزال مواظبا عليه. يعني الشعر هو عالمي. أتمنى لو أتفرغ لأكتب قصيدتي التي لم أكتبها حتى هذه
اللحظة. نعم، لبعض النصوص التي يتذكرها بعض القراء، بعض النصوص التي نشرتها موجودة مبثوثة بين هذه الدواوين التي طبعتها، ولكنني ما زلت أهرول من أجل القصيدة الجميلة التي كنت لا أزال أنتظر كتابتها، وأنا واثق بأنني سأقوم بكتابة هذه القصيدة بروح شاب لما يزل في مقتبل العمر. هناك أنا نقطة ما أنت زلت بانتظار شهادة تحدثت عنها. الجميل. كنا من 30 سنة نسمع أشعارك يعني في رحلات إلى قنيطرة، كانت في عيد الاستقلال، كانت في حتى في انتفاضة 12 آذار، يعني كانت لك قصائد جميلة. يا ريت نسمع الآن قصيدة تختارها أنت. حقيقة يعني قبل أن أقرأ قصيدة من قصائدي الجديدة التي كتبتها، أحب أن أعلق على نقطتين. النقطة الأولى، أنت تحدثت عن قصائدي المناسباتية. نعم، لا ما زلت يعني أعتز بتلك القصائد المناسباتية التي كتبتها في نوروز. يعني ربما يتذكر الآن أو ذكرني بها أحمد فخر الدين، سيد فخري الآن موجود في هانوفر، ذكرني بقصيدة عام 84 في يوم النوروز. المرحوم إسماعيل عمر كان حاضرا، طبعا كانت دعوة من البارتي أعتقد آنذاك. قرأت تلك القصيدة، أو 84 أو 83 قصيدة نوروز، ونشرت وهي موجودة في ديواني الأول المطبوع سنة 86. يعني كنت في في ذكرى استقلال سوريا، كنت يعني دائما لي قصائد أقرأها في عيد العمال العالمي، كانت لي قصائد. هذه القصائد كانت عادة مناسباتية، يعني مناسباتية خطابية. طبعا الآن يعني هذه القصائد لم أضعها في بين مجموعاتي الشعرية، لأنها كانت قصائد مباشرة. صحيح أنها كانت موزونة وأنها كانت مقفات ومكتوبة على الأبحر الشعرية والبحور الشعرية المعروفة، إلا أن هذه القصائد يعني كانت خطابية مباشرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أحب أتحدث عنها، أنت تحدثت عن يعني دوري في الاتحاد ومن قبل الرابطة والجوائز. ما كان لأي مشروع من المشاريع التي أنا اشتغلت عليها أن أن يترسخ ويكون له حضوره لولا يعني دعمكم، أهميتكم أنتم في الاتحاد. زملائي في المكتب التنفيذي في الاتحاد، زملائي في هيكل الاتحاد، في جسم الاتحاد بشكل عام، حقيقة لهم دور كبير. نحن نعمل كخلية نحل، وعبر يعني سنوات طويلة نحن عملنا بشكل متكاتف. لدينا مشروع، هذا المشروع هو مهم. طبعا نحن لسنا يعني لسنا عبارة عن أصحاب رأي واحد، نحن نتحاور، لدينا وجهات نظر مختلفة أحيانا، ولكننا نعمل من أجل رسالة واحدة. ولذلك فإن العلاقة التي تربط زملائنا في الاتحاد هي علاقة متينة. أحيانا نصادف خللا ما نتيجة خطأ، نتيجة طيبة، نتيجة أمر ما، ولكننا في المحصلة واعون مدركون للمشروع الذي بين يدينا. هذه المؤسسة التي هي أول مؤسسة نقابية للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. هذا ما قلته قبل أن أقرأ. كنت أذكرك الرابطة تعتبر أم الثقافة الكردية السورية المنظمة، يعني يعني نقابيا تنظيميا. رابطة الكتاب والصحفيين كانت الأولى، والآن وتشعبت منه ما الآن نسمع مرة أسماء أخرى، يعني فهي كلهم كانوا في الرابطة. والشهيد مشعل تمو وكثيرين غادرون لهم المجد لأرواحهم كانوا أعضاء ومؤسسي في الرابطة. يعني كانت الرابطة هي رابطة فعلا الثقافة وبناء الفكر والثقافي الكردي الحر في سوريا. وطبعا الآن نعتز نحن بالاتحادات الأخرى التي تعمل، ربما في لحظة ما يعني بسبب التنافس المؤسساتي شعورنا بالغبن تجاه سلوك معين
ولكنني الان يعني في الان ومنذ سنوات يعني في لحظه صفاء طبعا ايدينا ممدده للاتحادات الاخرى، لا سيما تلك التي تتفق معنا على الخطوط الرئيسه التي تهم انساننا وثقافتنا وتخدم روح السمو وروح الجمال وروح القضيه. نحن طبعا الأم تحيه والأم نحن الأم والأم لن تنقهر من أولادها مهما فعلوا، ولكن سيعودون يوما ما. حقيقة هذه حقيقة. تحية طبعا لأرواح زملائنا الأوائل الذين كانوا معنا في الرابطة ومن ثم الاتحاد، ونحن في كل مناسبة دائما نعلق صور هؤلاء ونذكر أسماءهم ونحاول أن نحيي ذكرى هؤلاء الذين عملوا معنا في هذه المؤسسة الثقافية. أحيانا ألاقي النقد من قبل بعض الناس: أنت تهتم بالراحلين، أنت تهتم كذا، أنتم تفعلون كذا، ولكن نحن نقابة، ومن يرى في نفسه أنه يمثل نقابة فعليه أن يهتم بأفراح الناس، بأتراح الناس، لا سيما عندما كانوا من جسد هذه المؤسسة. لقد أطلت عليك، الآن سأحاول أن أقرأ مقاطع من نصوص بين يدي من مجموعة أطلس العزلة. أطلس العزلة ديوان العائلة والبيت. هذه المجموعة كتبتها في هذا البيت، في هذه الشقة طبعا تحديدا، مع 3 كتب أخرى عن في مرحلة كورونا. طبعا حاليا يعني بعد أيام ستصدر الطبعة الجزائرية من دار خيال عن رواية شنغالنامة، وأيضا ستصدر طبعا صدرت يعني رواية جرس إنذار، أيضا كتبتها في الفترة الأخيرة، وهناك عمل آخر أيضا في طريقه إلى الطباعة. هذا الكتاب أحد الكتب ال4 التي كتبت خلال عام 2020. طبعا للأسف خلال 2021 لم أستطع، يعني الكتب التي اشتغلت عليها لم أستطع يعني طباعتها، وهذا ما يحدث ويتكرر دائما. هذه المجموعة هي عبارة عن يوميات، هي مكتوبة بلغة بسيطة عن أفراد العائلة. تذكرت أبي، تذكرت أمي، الأجداد، أخوتي الذين سبقوني وتوفوا، أصدقائي المقربين مني، أبنائي، أحفادي. يعني ماذا كنا نفعل خلال فترة كورونا، لا سيما الأشهر الأولى. يعني خلال الأشهر الأولى ال4 الأولى يعني أصدرت، يعني عملت بشكل كبير في هذا المجال. الآن يعني تلك العزيمة فترت، لا سيما في عام 2021. أنا بصراحة يعني أعتبر حالي يعني لم أعمل، رغم أنني عملت يعني أنجزت عملا ما، ولكن هذا العمل هذه السنة لم أكن راضيا عن عطائي لأسباب طبعا عديدة. طبعا هذه اليوميات أقول أنها مكتوبة بلغة يومية بسيطة، لا على التعيين. يعني سأقرأ النصوص التي تقع بين يدي. الكيميائي الصغير: لم أكن أعرف أنني أصلح لهذه المهمة. ثمة عبوات وبخاخات عديدة، كل منها لأمر ما: للمغسلة والمجلة وحوض الحمام، للبلاط الاصطناعي، زجاج النوافذ، مقابض الأبواب، الممرات، مفاتيح البيت، الأصابع والأكف. لم أكن أعرف أنني أصلح لكل هذا بعد درس جماعي تلقيناه على مقاعد أكاديمية العلم، ولا أحد بيننا يستطيع نسيانه. جرس الباب: لا أحد يقرع الجرس اليوم، لا أحد يقرع الجرس اليوم. أيضا لا ساعي البريد، لا عمال تنظيف الدرج والعتبات، ولا الهاوس ماستر، لا أصدقاء طفلي، لا بناتي وأبنائي في المبنى المجاور. لا، ليس ثمة عطل، لا، ليس ثمة أصابع جريئة تعرف الطريق إلى جرس الباب. عبد الوهاب اسم والدي. هل كان هذا الحبر هنا؟ لو لم تكن دواتك تلك بين يدي، سبحتك تنسل حباتها وجها وجها لذريتك. أبيض هذا الغبار،
تتركك مهرتك تلك وراءها، كنت تسلسها لتصلنا في المهاجر محطة محطة، نعناع ابتسامتك تديره علينا. يا لتلك الأيام، صداها الآن في فيلم تعده المخيلة، إنها ليلة العيد. قلت لي قبل شهر من الآن: خذني إلى المعروف، غدا أول الصوم، كان لك ذلك. مضينا بك لنتركك قرب المرقد هناك، لئلا تأتي روحي كلها إلا قليلا، ثمة ما أبقيه قربك، ما أدعه في خزنة، ما أدعه في خزنة، حيث أمي، حيث جدي والأهل. أقول للدواتي لأمضي، ترد: ألا قف هنا، أرتب حبر شاهدتك من جديد، وأطلق هناك حمامات طفولتي وبعض كتبك التي لم تضع. أمينة، اسم والدتي. الساعة تشير إلى متاهة، يدك المديدة يدك المديدة تدثر أطفالك واحدا واحدا، لا مسافة إلا ويعبرها حنوك، لا عتمة إلا وتضيئها قناديلك، لا حدود إلا وتخترقينها. كان أبي الذي استجررت خطاه إلى هناك، لغما لغما انتزع خوف تلك الليلة من كانون، كان يمضي صوبك قبل أن تمضي إلينا وتوزعي علينا الأسماء: ابنة ابنة، ابنا ابنا، ضلعا ضلعا، خفقة خفقة. مرة واحدة زرت مرقدك جديد، كنت قرب منابع الضوء هناك، قرب حفيدك الشيخ حسن. الشيخ حسن اسم طفلي الأول، توفي وهو طفل صغير قبل أيام. قرب حفيدك الشيخ حسن، سمي جدك الذي ضللت قبره نصف قرن، وهنا يناشدني أبتي، رياحين نافذة في انتظارك، حساء الصباح وقهوة أبي المرة، دالية الحوش وشجرة النارنج، زاويتك في البيت حين قبلت يديك وعينيك لآخر مرة. الساعة تشير إلى متاهة، أفتح لك الباب كي تظهري من جديد. النص الأخير طبعا المجموعة مكتوبة بهذه الروح، سأقرأ نصا جديدا. يعني الأحفاد: مر يوم، مر يومان، 3 أيام، أسبوع، لم تجمعهم عصرونية بيت الجد. آتي بصندوق ألعابهم، تنتشر رائحتهم في صالة الاستقبال. الوقت الآن متأخر، غدا صباحا أجمعهم، كل من بيته، في مكالمة مرئية على سكايب. إنه زمن حرب أخرى لا مفر منها البتة. سليمة، يعني أخذني لعالم، يعني ما بعرف تشوشت أي سؤال بدي أسألك، بس في عندي بعض الأسئلة. أنا كالعادة لا أكتب الأسئلة، ولكن الآن في عندي سؤال أبدعت جدا في القصة والرواية، حيث لاقت الإعجاب لدى معظم القراء والنقاد، وتحديدا في روايتين لقت شهرة عالمية فظيعة، يعني شنغل وجمهورية الكلب. ما سر ذلك؟ حقيقة يعني بالنسبة لي عندما أكتب الرواية، طبعا لا أخطط أنها رواية. يعني أنا أكتب ما أراه، يعني أكتب يعني أنقل رؤى بطريقة جمالية خارج لغة الشعر التي دأبت الكتابة من خلالها. طبعا لا تزال يعني أعمالي السردية طبعا أنا أراها، أنظر إليها بنظرة متواضعة حقيقة، لم يعني تأخذ حقها كما يراد، لم تتم ترجمتها. طبعا شنغلنامة تم ترجمتها إلى اللغة الكردية من قبل صديقي الروائي جميل إبراهيم، له التحية. أيضا هناك مشروع الآن من أجل ترجمة جمهورية الكلب، لا أدري هذا المشروع إلى أين مضى أو يمضي، ولكن لقد تشجيعا عظيما يعني في العالمين العربي والكردي. نعم، القراء الذين قرأوا، طبعا الذين قرأوا بشكل يعني هناك ملاحظة أريد أن أقولها، يعني القراء السوريون، القراء العرب، يعني أعجبوا جدا بهذه
بجمهورية الكلب. طبعا يعني وحدد يعني ذلك أيضا بعض الأصدقاء من الكتاب الكرد الذين قرأوا طبعا أيضا احتفوا بهذه الرواية. طبعا عندما أشرت إلى السوريين يعني بأن هذه الرواية يعني أخذت تصيبها يعني النقدي من قبل غير الكرد يعني أيضا يعني دائما الأصدقاء الكرد المقربين مني هم الذين كانوا يسلطون الأضواء على أعمال شنغالنامة. ايضا يعني احتفي بها في القاهره، احتفي بها في تونس، الان تطبع في الجزائر من قبل دار يعني خيال يعني طبعت منها طبعات كثيره. اكثر كتبي التي اعيدت طبعاتها هي شنغال نام. طبعا من يعني السبب الرئيسي برايي يعني للاحتفاء او الاهتمام بروايه شنغال نامه هي يعني تناولها لجرح أليم، لنزف مفتوح، مأساة بناتنا واخواتنا وامهاتنا الكرديات الازيديات في شنغال اللواتي تم سبيهن على ايدي الارهابيين العتاة الذين هم همج العصر، يعني اوسخ ما خلق في التاريخ. نعم، همج العصر. نعم، هم همج، نعم، ارهابيون. احييك. نعم، فكتبت عن كل هؤلاء حقيقه يعني منذ اللحظه الاولى لمأساة شنغال، تراجيديا شنغال، كتبت قصيده، عنوان القصيده شنغال نامه. وجدت نفسي يعني طبعا القصيده مكتوبه بشكل ملحمي لمن يريد، هي موجوده على يعني على جوجل، يمكن البحث عنها وقراءتها. القصيده كتبت بشكل ملحمي. وجدت انني يعني لم اعبر عن قطره من دمعه كرديه وقعت بين يدي احد برابره العصر. ولذلك حاولت، كتبت المقالات الكثيره عن شنغال، وهي مشروع كتاب لم يطبع. ووجدت أن المقالات التي كتبتها ومنها ما نشر في صحيفة النهار اللبنانية أنني لم أفي أطفال شنغال وشيوخ شنغال وأهلنا في شنغال حقهم. ولذلك قلت سأكتب عملا سرديا. على هذا الأساس كتبت رواية شنغال نامة، أرسلتها إلى دور النشر من دون أن أقول بأنها رواية. جاءت الردود علي طبعا، أول الردود يعني من دار كبرى طبعا كانت ستوافق أو وافقت بالأحرى، دار كبرى، وقومت العمل بشكل جيد، أنه روايتك كذا، عليك أن تبدل الأسماء، هي أسماء كردية كذا والى اخر ما هنالك، تبدلها. طبعا لم اقبل، يعني لم اتفق مع تلك الدار. قمنا ايضا طبعا تمت طباعتها عن طريق دار اوراق في القاهره، طبعتين اعتقد هم طبعوا، ومن ثم تتالت الطبعات في كردستان وفي الجزائر. حاليا دار اخرى في الجزائر كانت ستطبعها، الدار يعني بسبب كورونا توقفت. الان تم التعاقد مع دار يعني امس انتهيت من البروفا، اليوم ارسلت لهم غلافا من اعداد او رسومات احد احفادي، طفل عمره 7 سنوات، رسم لشنغال لوحه مؤثره جدا، سانشرها ايضا قريبا على صفحتي على الفيسبوك. جمهوريه الكلب كانت امرا مختلفا ايضا، يعني تتناول تجربه الاندماج وصدمتي انا هنا في اوروبا، وعلاقه الغرب بالشرق، والى ما هنالك من اسئله تم طرحها، ولكن من خلال ثيمه جديده، او بالاحرى من خلال يعني شخصيه جديده، هي شخصيه الكلب والنظره الى الكلب. طبعا من تابع الروايه وقرأ الدراسات المكتوبه عنها يجد ان عالم الروايه مكتوب يعني مبني على اساس مختلف. انا عندما اكتب الروايه، وهذه نقطه احب ان اقولها وان اوجهها لمن يعنون بتجربتي في هذا المجال، لا اضع القوالب الروائيه نصب عيني، ولكنني في داخلي يعني انا ملتزم طبعا بادوات رئيسه تشكل العمل الابداعي الفني الروائي. كل اعمالك يعني دائما عليها لا اتصنع الشكل.
أبا أيهم، ما لاحظت في كل أعمالك سواء كانت قصة، رواية، شعر، دائما نستمد منها عفوية أبا أيهم الإنسانية الطاغية، يعني ما في تمسك بقالب أشكرك محدد. أشكرك يا صديقي. أنت يعني منذ المقدمة الجميلة وحتى الآن يعني تتعامل مع صديقك ومع أخيك بحب. يعني أنا دائما يعني أرغب وأتمنى وأرجو من الله يعني أن أكون يعني مثل رؤية هؤلاء الذين يحبونني. وطبعا بكل تأكيد لا سيما في زمن ما بعد 2011 صار لنا خصوم وصار لنا أعداء وصار لنا من يهددوننا يعني. ف التاريخ لن أمثالكم أكبر رصيد لي. التاريخ صفحتين أبا أيهم، صفحة بيضاء وصفحة سوداء، ويكتب يعني يكفينا أن يكون إنسانا مخلصا يكتب عنك كلمة جيدة أحسن من 1000 منافق مراوغ وهلم جرى. بالمناسبة يعني كما تفضلت أستاذ سليمان، أحيانا بعض الناس يعني بعض هؤلاء الذين باعوا أنفسهم يعني إساءاتهم لنا أنا أعتبرها بمثابة يعني أوسمة. يعني هؤلاء الذين باعوا أنفسهم عفوا، وطبعا من الطبيعي أن يتخذوا مواقف منا. منذ عام 2011-12 بعض الناس كانوا مقربين جدا، فجأة يعني غادروا صفحاتنا الفيسبوكية. وهناك شخص كان بشكل متواصل معي، كان بيننا مشروع، اتخذ وجهة معينة وبيننا كل الحب. بعد أن اتخذ الوجهة يعني وجدته يعني قام بإجراء عملية بلوك يعني على صفحة الفيسبوك من أجل أن يغيب. يعني يبدو أنه كان يخجل لأنه انتقل من رؤية إلى رؤية. يعني نحن الآن في عصر التحولات السريعة. هؤلاء الذين حافظوا على أنفسهم، حافظوا على نقائهم، حافظوا على أصواتهم، هؤلاء هم جديرون. وأنا أعذر كل من اضطر لبيع صوته، أعذرهم، لا سيما هؤلاء الذين كانوا مكرهين. ولكن وهنا أختلف الذين هم خارج الوطن وبعيدون بعيدون عن سطوة الدكتاتور، ما بال هؤلاء يهرولون ويتساقطون ويسيئون إلى سواهم. قسم كبير منهم يعني يتهم الآخرين بالأردوغانية، يتهم الآخرين بأنهم كذا وكذا من أجل أن يحافظ على ما وجهه، بالرغم من أن أوراقهم مكشوفة وأنهم عراة أمامنا جميعا. هناك نقطة أحب أن أستثمرها في هذا المجال. يعني كنا نقول عن النظام أن جبهة النظام هي واحدة، دائما جبهة الشر هي واحدة. نحن من نجد أنفسنا جبهة الخير، علينا أن نوجد القواسم المشتركة فيما بيننا. طبعا ليس هناك دكتاتور يلزمنا أن نقول كلمة واحدة على امتداد الخريطة وتكون لنا كلمة واحدة. نحن آراؤنا مختلفة، فمن نجد أنفسنا جبهة الخير بعكس من هم جبهة الشر، ولكن هناك حدود يجب أن تبقى بيننا وأن نلتزم بهذه الحدود. بالتأكيد أبا أيهم، سبب ذلك، سر ذلك، نحن الآن نعيش في عصر سيادة الانحطاط الأخلاقي والفكري وحالة الارتزاق تحديدا يعني. لذلك دائما الآن سيادة الشواذ، عصر سيادة الشواذ يعني. فلا نؤخذ عليهم دائما. الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة. أبا أيهم معروف، وأنت وكل زملائنا في الاتحاد وغير الاتحاد هناك أحرار مناضلون حقيقيون، ولكن التاريخ سينصفهم إن لم ينصفهم هذا الزمن الأغبر. أستاذ إبراهيم، أعتقد ليس هناك إبداع ونجاح تام إلا بوجود الشركاء، وخاصة من الأسرة، وتحديدا تكون الزوجة هي الإلهام الأول. ما تأثير أيهم عليك؟ تأثير أيهم وأيضا ولها منا طبعا أيهم لها منا أرق تحية عطرة، ودور المرأة بشكل عام في كل أعمالك الأدبية. نعم. طبعا نحن تزوجنا في وقت
مبكر أنا وهي، وصارت لنا طبعا الحمد لله. أنا أعرف معاناتها آلامها معك. والله آلامها كثيرة، فلذلك هي الآن خارج البيت لئلا تتدخل وتقدم شهادة ضدي. نعم. طبعا هي رفيق الدرب، هي صديقة، هي زوجة، هي أم أطفالي. حقيقة دائما أقول لو أتيح لي أن يعني أتزوج ثانية لن أختار سوى هذه الإنسانة. طبعا طبعا أنا طبعا هي مدركة تماما لمهمتها، بالرغم من الأعباء اليومية. طبعا أنا تنصلت يعني للتاريخ يعني منذ بداية زواجنا من الكثير من المهمات التي يقوم بها الزوج عادة. فهي فعلا كانت بمثابة الرجل في البيت، وكانت بمثابة الرفيقة. وعندما كبر أولادي يعني هؤلاء حملوا هما كبيرا وآزروني. يعني أنا وأخص هنا حقيقة صديق أنا ظلمت. أخص هنا صديقي كرم وفائق وأيهم، كلهم يعني لهم منا جميعا تحية. أشكرك. أنا ظلمت زوجتي حقيقة، يعني يعني بتحميلها أعباء كثيرة. أيضا يعني أتعبت أولادي. يعني أتذكر المرحوم نذير مصطفى قيل له بأن فائق، أعتقد يومها كان صف بكالوريا أعتقد، وايضا الاستاذ حميد. فقيل لهم انه اولاده يعني ايام الانتفاضه كانوا يعني يتفرغون يعني للعمل، يعني للكتابه. ايضا عندما عند اختطاف الشيخ معشوق رحمه الله، عند اعتقال الشهيد مشعل، ايضا الشيخ آلي عندما اعتقل لفتره محدده. فدائما يعني البيت كان يعمل كخليه نحل. قيل للاستاذ نذير يومتها، قيل بان يعني اولاده يعني خلال اليوم ساعات اليوم، طبعا انا ما كنت انضد على الكمبيوتر، هم كان اكتب المقال ورقيا وهم ينضدونه، لا سيما في السنوات الاولى يعني. وليس وبشكل بالانتفاضة خاص فقط، فائق، وبشكل خاص فائق وكرم. نعم. وليس بالانتفاضة فقط، إنما ببداية الثورة السورية بهيئة التنسيقيات. لا ما زلت أذكر خلية أولادك كانوا كخلية نشطة في كل مكان. في عمان كانوا يرفضوننا، في سوريا الشعب آنذاك بشخصيات وطنية نلتقي معهم يعني نعم. ذاك أولئك اللي يوسوا من هذا الأسدي فينا نقول. أشكرك. أمنوا حقيقة، أمنوا لهم منح دراسية. فكان قرارنا البيتي أنه نحن عملنا، ولكن لن ندع هذه المنح لغيرنا. هذا كان قرار البيت. طبعا هذا الأمر ربما هو صغير. منحة أخرى جاءتنا من صندوق جد الدكتور قدري باشا، جاءت لكرم. هذه المنحة أيضا نحن طبعا شكرناهم، وأعطيت لغير كرم. يعني نحن تنازلنا عنها وقلنا لا نريدها يعني. يعني ايضا الاستاذ حميد حاج درويش اتذكر امن لنا منح. هذه المنح اعطيناها لطلاب، والطلاب الان معروفون يعني تابعوا دراستهم اعتقد في سليمانيه وفي في يعني لم نرد يعني كانوا ينظرون بان هذه الاسره عملت. وطبعا مجتمعنا حقيقه انذاك يعني حتى فضائيه روج انا اتذكر ولأكن منصفا يعني ارسلوا كاميرا اشتراها صديق مروان علي. طبعا هم دفعوا ثمنها اعتقد $100 كانت هديه لفائق، لاننا كنا نصور طبعا لانهم يعني الكثير من الاحداث كانت طبعا بحاجه الى تصوير والى توثيق، وكانوا يزودون المواقع الالكترونيه بهذه الصور. طبعا هم حقيقه تعبوا، دراستهم كانت ضحيه موقفي
طبعا الآن هو موقفهم. الآن أنا أقول فرضا كرم حصل على شهادة الفلسفة، كان يحمل معهد اللغة العربية، كان زميلي في التدريس مدرس لغة عربية، الآن يعني أنهى دراسة جامعية هنا أيضا، ومع هذه الدراسة الجامعية ومع دراسة اللغة وإلى آخر ما هنالك يعمل يعني في الصحافة. صحيح أنه لي ملاحظات يعني أحيانا على طريقة عمله، وأنا طبعا ربيت أولادي على الحرية، ولكن يعني فيروس حب الصحافة يعني انتشر بين أسرتي. يعني ابنتي هلبس اشتغلت في يعني مجلة للأطفال كليل كانت تصدرها، يعني كانت تصدر في الوطن. أراس افتتح أداة راديو واستفاد منه الراديو. طبعا الراديو كانت علاقة الممولين بالموظفين بإدارتها مباشرة دون أن نمر ونكون طرفا، وهذا ما يميزنا. وكان أول راديو، طبعا هذا الكلام يعني لا أريد أن أمضي فيه لئلا أزعج أحدا، طبعا كان أول راديو سينطلق في الوطن. موقع كسكسور أيضا كان ينطلق من بيتنا. كرم كان يعمل على حملات توقيع، هو وفائق يعملان على حملات توقيع الشيخ آلي والشيخ معشوق. أتذكر ذات مرة دخل الشيخ مرشد إلى بيتنا فقال له كرم: أنا أتمنى أن يأتي الشيخ معشوق ويرى ماذا عملنا له. طبعا كثيرون يعني هناك بعض من عملنا لهم طبعا وهذا يتناسون وينسون يعني. نعم، هذه الحادثة رواها لي الدكتور المرحوم الدكتور علاء الدين جنقو، يعني كنا نتحدث عنك ورواها هذه الحادثة يعني عن أولادك. أستاذ رحمه الله علاء كان يناديني عمي، ومن مثلك يعني من أقرب أصدقاء البيت، وأنا حزنت عليه وكتبت عنه أعتقد 3 مقالات. والآن أنا يعني هناك مقالان يعني حالتي النفسية لا تسمح لي أن أكتب يعني أن أكمل المقالة الفصلين الرابع والخامس عن المرحوم علاء. وطبعا كاتحاد بسبب كورونا تأخرنا، وكنا سنقيم 40 المرحوم علاء وسنقيمها في الوطن. تحية لروحه يعني. أكيد، وأكيد لروحه السلام والخلود. أبا أيهم، الإنسان والمجتمع الكردي في أزمة ثقافية وسياسية. طبعا اللقاء هذا كان حببت أن يكون ثقافيا كاملا، ولكن لابد أن نطعمها قليلا بالسياسة. وأعرفك تكره السياسة ولا تحبذ الحديث بالسياسة، ولكن حال مجتمعنا المجتمع الكردي في أزمة ثقافية وسياسية. هل توافقني أول شيء الرأي؟ وثانيا، ما هو دور الثقافة والمثقفون في بناء والوطن الكردستاني الحر الكريم، وخاصة في القسم الملحق بسوريا؟ أنا قبل قليل يعني في بداية الحلقة أنا رافعت عن الحركة الكردية السياسية التاريخية، طبعا دائما أقول بين قوسين التاريخية، التي عملت يعني منذ الخمسينات حتى الآن، وما تفرع عنها من أحزاب جادة. يعني أنا دائما رافع عنها، ولكن أيضا نسجل عليها كما كنا نسجل على طبعا رفاقنا الشيوعيين، وإن ضمن حدود معينة. الملاحظة هي أن الحزب السياسي دائما كان يتخوف من المثقف ولا يعطيه المجال للعمل والنضال. الآن يعني نحن نرى المجلس الوطني، سآتي به كمثال. يعني المجلس الوطني، وأنا يعني أراه رغم كل يعني التحديات التي يواجهها المجلس الوطني الكردي، أراه أنه هو يعني جزء من أو نواة، ومن حوله من يشبهونه من الأحزاب ومن المستقلين، هم وحدهم النواة لمن يمثلون الشعب الكردي. الطارئون الذين هم الآن في الواجهة، هؤلاء عابرون عبارة عن فقاعة أنا لم أعترف بهم يوما ما. هذا ما أقوله دائما. يعني ولكن سياسيا، فكر سياسي. نعم. تنظيميا لنا ملاحظات واختلافات كثيرة معهم يعني. نعم. بالنسبة طبعا يعني الآن سأسجل ملاحظتي عليهم. يعني هؤلاء
أبعدوا المثقفين. يعني أنا أعرف يعني هؤلاء السياسيين يعني مثلا لم يأخذوا آراء المثقفين يعني في القضايا الكبرى، في الحوار الكردي مثلا لم تتم الاستعانة بأحد المثقفين أو إحدى المؤسسات الثقافية ماذا تقولون. في القضايا المصيرية لا يتم الأخذ برأيهم. أنا أتذكر بشكل طوعي عندما ذهبنا للقاء بالدكتورة نجاح العطار عام 2006 أعتقد، هناك أنا يعني ولي مقالات منشورة بهذا الصدد، كنت أقول أنه نحن لسنا بديلين يعني عن الحركة الكردية. في الكتلة الكردية التي كنت أحد أعضائها في المجلس الوطني السوري، نحن أعضاء الكتلة كنا نقول نحن مستقلين ولسنا المستقلين الوحيدين، يعني نحن جزء من المستقلين ولسنا بديلين عن الحركة الكردية، وكنا نلح أن تأتي الحركة الكردية. والحركة الكردية أخطأت خطأ كبيرا عندما لم تنضم للمجلس، وللأسباب، وهذه الأسباب ليست لصالحها الآن. ونجد بعض الناس في مواقع معينة ويدافعون يعني عن السوريين في مواجهة النظام، ولكن كانت له مواقف مترددة، مواقف خجولة. شبابنا كانوا يسبقونه. نعم أنا أدري كل هذا، ولكن الآن ألا ترى أنهم يجب أن يخرجوا أو ينفكوا عن الائتلاف؟ الآن كنا بالبداية نطالب أن يكونوا جزءا من المعارضة السورية، الآن المعارضة تحولت إلى معارضة راديكالية، معارضة عنصرية أكثر من النظام الشوفيني يعني. فلذلك عموما أنا دائما يعني بعد السنة الأولى والثانية والثالثة يعني من انطلاقة الثورة التي أجهضت وتحولت وانحرفت، طبعا حاولت أن أتحاشى الظهور الإعلامي، أتحاشى أعطاء مداخلات، إلا أحيانا بشكل مكره يعني وتحت ضغوطات يعني بعض الأصدقاء أبدي رأيي، لأن الفضائية تأتي بالمثقف من أجل أن يخدم فكرة معينة وتدعه من ثم يعني بالنسبة لي طبعا أنا في البداية طبعا كنت متحمسا لدخول الحركة الكردية المجلس الوطني، كنت متحمسا لدخولهم الائتلاف. أتذكر أنا والأستاذ رياض سيف كنا في الدوحة، وكنت أجري الاتصالات وتأمين الأرقام. كان وفد المجلس أعتقد آنذاك في الإمارات، يعني كنت يعني حتى الليلة الأخيرة يعني كنت يعني ليلة تأسيس المجلس، والمجلس طبعا ليلة تأسيس الائتلاف، والائتلاف طبعا أسسه رياض سيف، وهذه المعلومة ربما لا أحد يقولها. أنا كنت شاهدا في الأمانة العامة في المجلس الوطني وأعرف كيف تأسس الائتلاف. كنا نشجع المجلس الوطني على دخوله، ودخل بشكل مرتبك وابتعد وثم دخل إلى آخره. طبعا الكرد يجب أن يكونوا موجودين حيث تكون المعارضة موجودة، يعني هذه نقطة أنا معها. ولكن تركيا لا سيما بعد احتلال العفرين، يعني بعد موقفها من احتلال كركوك، تأليبها ضد اقليم كردستان، طبعا يعني ابديت رايي بشكل بصوت عالي، ولا سيما بعد سيطره الاخوان. يعني قبل ذلك سيطره الاخوان، واليك مقالات يعني انا كتبتها. وطبعا انا يعني حتى في البدايات انا كنت منحاز للثوره السوريه، ولكن في عام 2011 انا نقدت يعني الواجهات الثقافه. في عام 2011 بعد انطلاقه المجلس الوطني بشهرين انا نقدت البيانوني، انا نقدت الدكتور برهان بمقالات موجوده دفاعا عن شعبي. طبعا هذه المسائل المرحوم طبعا ميشيل كيلو انا نقدته بعنف، وعندما التقى بالقاهره طبعا يعني ارتبك وارتعد. وعندما كان مريضا يعني انا كتبته واتمنى لك الشفاء، يعني فعلا انا حزنت لغيابه، رغم انه كان لي موقف صارم من كتاباته. سلامة كيلة انا وقفت ضد مقالات له، يعني كل من كتبوا ضد الكرد
كل من اخطاوا بحق الكرد انا يعني انا دافعت عن شعبي، وهكذا قومت الائتلاف ونقدت الائتلاف. طبعا مساله الائتلاف، طبعا انا قلت انا كمثقف ادعو يعني المجلس للابتعاد عنه، وطبعا لا يفيدون، ولكن لابد من ايجاد صيغه اخرى للعمل مع السوريين بشكل عام. هذه الصيغه انا برايي تحت مظله الاخوان وتحت مظله تركيا لا طائل منها البتة. استاذ ابراهيم، ذكرتني بموقف طبعا مشكورا انه للدكتور يحيى العريضي، كان في بدايه مرضي كسرطان قبل 3 سنوات ونصف، طرح على رئيس الائتلاف انذاك والحكومه الطعمه والعبده، كان انس العبده، وايضا للمجلس الوطني الكردي انه في شخصيه اعلاميه وسياسيه كرديه سوريه معاني وبده اوروبا وكذا، الكل تبرأ. طبعا انا جبت حالي كنموذج استنادا الى مقوله علي بن ابي طالب: اذا تريد ان تاخذ اخرا فاختر نفسك. يعني وهناك شخصيات كثيره تخلت عنهم، ان كان الثوره ما يسمى بالثوره السوريه الان تحولت ثوره كانت كم شهر وانتهت. المعارضه لم تستطع ان تخدم مثقفيها، كتابها، اعلاميها، المعارضه ككل، ان كان معارضه عربيه او كرديه. ما رايك كيف بدها تشكل هذه المعارضه، تقود هذه المعارضه البلد في المرحله الانتقاليه وتبني مؤسسات البلد الفاسده منذ بالمرض البعثي، بالفيروس البعثي؟ عموما احاول ان اتحدث يعني واعود الى الوراء. يعني فك الارتباط مع المعارضه طبعا لا سيما في البدايه عندما انطلقت الثوره. طبعا وجدنا هناك من كلف رسميا بالكذب والافتراء على الثوره، والان يقولون نحن كسبنا الرهان دون، يعني هم كانوا ضد الثوره وهي نقيه في صيغتها الاولى. هؤلاء لهم تقويم اخر. اما بالنسبه لمن اعنيهم تحديدا، هؤلاء عدم تنسيقهم مع التنسيقيات الاولى، مع واجهات الثوره بشكل حقيقي، يعني جعل سفينا، يعني دق سفينا يعني في العلاقه بين المكونات الموجوده وبين الكرد، رغم أن المجلس الوطني حاول متأخرا أن يستدرك ذلك من خلال بناء علاقات جيدة يعني ضمن الائتلاف، ومقابل تنازلات. يعني أيضا هناك أحيانا بعض التنازلات، وهناك أحيانا بعض يعني المنجزات الكبيرة. طبعا أنا عندما أقوم وأنتقد يعني الوجود الكردي في الائتلاف، أنا لا أنظر بنظرة هؤلاء الذين يفترون عليهم، هؤلاء الذين يكذبون عليهم. أمس أنا قرأت لائحة فيها أسماء بعض القياديين الكرد، يدعي هؤلاء الذين نشروها بأن فلان من القياديين راتبه كذا وفلان راتبه كذا، رغم أن أنا أعرف أن من سمته بأنه يقبض على أعلى الرواتب ليس لديه بيت، وإنما هو في بيت هجرة. يعني إنما يكذبون ويفترون. يعني هناك دعاية مغرضة. هذه الدعاية المغرضة هي جزء من الواقع الذي آلينا. أنا أبا أيهم، خليني أكون أنا دائما أسميه أنا، يعني هذه دعايات أبوجية، إدارة ذاتية التي دائما، وهي هذا سؤال مهم لك، دائما تقول عن نفسها أنها ليست إدارة كردية ولكن الكرد، المجلس الوطني السوري. وأنا كثير ما ناقشت قادتهم: لماذا تطلقون عليهم صفة الكرد وهم عن أنفسهم يقولون نحن لسنا بكرد؟ يعني صالح مسلم يقول أنا إدارة كردية، آل-دار خليل، يعني كثيرين. حزب العمال الكردستاني تحول إلى حزب العمال التركي. يعني فهؤلاء طبعا أكيد بدهم يعارضوا هذا وجودهم هو ضرب أي فكر
وعمل ونضال سياسي تحرري كردي تنويري كردي يعني في أي جزء كردستاني. والآن باعتبار القسم الغربي من كردستان في سوريا تشهد حالة ثورة، هم غايتهم هجوم كل شيء، هجوم على كل شيء جميل، كل عمل وفكر. ما تعليقك على ذلك؟ عموما يعني أنا بالنسبة يعني لبيدي، أنا لا، مسألة الإدارة الذاتية أنا لا أرى أن هناك إدارة ذاتية. الأحزاب الملحقة بالإدارة هي شكلية، لا أحملها خطأ. يعني أكاد أستطيع أن أسمي الحزب الفلاني أو الفلاني من مكونات الإدارة الذاتية، هي عبارة عن اسماء وعبارة عن إعلانات فقط، وعبارة عن أشخاص ينتفعون يعني في بعض الأحيان من الإدارة الذاتية. هؤلاء مغلوب على أمورهم. أنا أرى أن هناك يعني بيدي في أحسن الأحوال، ولا أقول يعني حزب العمال يعني ترفعا. هؤلاء حقيقة يعني يعني ننظر بتعاطف كبير إليهم في قضيتنا أو قضيتنا وقضيتهم في كردستان الشمالية. نحن معهم وقلوبنا معهم، ولكن في الوطن من أجل الدفاع عن حقوق يعني إنساننا وشعبنا في كردستان باكور أو كردستان الشمالية. ولكن أنا لست منذ اللحظة الأولى مع وجودهم في مكاننا في كردستان سوريا، لست مع وجودهم. وأيضا لا أظلم هؤلاء الذين من حولهم، بطانتهم، هؤلاء الذين كانوا عبارة عن وقود لهم، هؤلاء الذين اضطروا ليكونوا معهم، أنا أراهم أهلنا. يعني أنا فقط أنظر إلى حفنة من هؤلاء القيادات الذين رهنوا مصيرهم بأجل ذات معادية لشعبنا. هؤلاء فقط أنا أراهم الذين هم عبارة عن دخلاء، هؤلاء فقط أراهم. نعم هم فقط، ولكنهم الرأي جمهورهم السائد، هم أهلنا. نعم، هم الرأي السائد، هم أقلية صح قيادة، ولكن هم الرأي السائد، هم اللي جعلوا الشعب أعضائهم وقودا. يعني أستاذ إبراهيم الوقت أخذنا كثيرا. سؤالي ما قبل الأخير: سوريا تعيش منذ عقود عديدة في حالة الأزمة والمأساة، وخاصة بعد انطلاق الثورة ب 2011، حيث التيه عن المفاهيم الوطنية والسيادة والهوية. الأزمة السورية أثبتت أنه نحن بحاجة إلى إعادة النظر في كافة مفاهيمنا، الهوية الوطنية، الثقافية، كل شيء. يعني سوريا إلى أين تصير باختصار شديد لمدة دقيقتين أستاذ إبراهيم؟ عموما يعني هذه الأسئلة التي طرحتها صديقي، طرحتها أنت، يعني هي هاجس السوريين جميعا. أنا لي تواصل مع المثقفين السوريين، وأنا أحترم يعني هؤلاء الذين أتواصل معهم من أصدقائي، هم أيضا يطرحون هذه المفاهيم. وهناك يعني هذه الحالة حالة غليان، حالة تحول جديد من أجل تأسيس وإرساء لمرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة إذا بقيت هناك سوريا، فهذه الحالة لن تكون إلا بجهود جميع السوريين. الكرد لن يكونوا بعيدين عن سوريا المقبلة، مستحيل. يعني النضالات والكرد السوريين واضحة. حتى هؤلاء الذين يتم اتهامهم من قبل من يسمونهم بالأردوغانيين إلى آخر هنالك، لهم جهود كبيرة، وهم في المحافل الدولية هم لسان شعبهم، ولا يساومون على شعبهم بعكس ما يروج ضدهم. يعني الكرد السوريون أينما كانوا طبعا إنما يؤسسون للمرحلة المقبلة، وسوف يكونون يعني حاضرين في المرحلة المقبلة. أنا منذ المقالات الأولى التي كتبتها تحدثت عن ضرورة العلاقة مع شركاء المكان، والآن أيضا أصر على العلاقة مع شركاء المكان. ليس لنا ليس لنا أي خيار في التعامل، يعني في أي خيار يعني في العلاقة مع هؤلاء أهلنا، وسنعيش كنا مع بعض تاريخيا وسنظل نعيش معا. سوريا الآن طبعا تمر بوضع صعب، ولكنني واثق جدا أن كل ما هو طارئ مؤقت وهو راحل، وروح
أبناء المكان، روح أهلنا هي التي ستستمر. هذه الروح القديمة طبعا ستظل الجراحات إلى عقود طبعا موجودة، ولكن بحكمة هؤلاء الذين عاشوا تاريخيا مع بعضهم البعض، هؤلاء الذين لا يزالون يحافظون على الوئام فيما بينهم، يعني الحياة سوف تستمر، وإنساننا الكردي أيضا سينصف وسيحصل على حقوقه كاملة إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، الحديث معك ممتع ويحتاج إلى سهرات وليالي، والوضع السوري، الأزمة السورية تحتاج إلى الكثير من الأسئلة، ولكن الوقت لا يسعنا. فعلا كانت حلقة يعني شيقة ممتعة معك. سؤالي الأخير ليس بسؤال، آخر كلمة توجهها إلى شعبنا الكردي والسوري عامة أستاذ إبراهيم، مع قصيدة ختامية. عموما أنا أتمنى يعني أن نعض جميعا على الجراحات. أنا كشخص طبعا صحيح الجميع يدعو إلى التسامح، ولكنني أرى أننا يجب أن ندون أسماء هؤلاء الذين قاموا وارتكبوا أعمال إجرامية في حق السوريين. عندما نتحدث عن التسامح فأسماء هؤلاء يجب ألا يتم لا يتم يعني تناسيها. أيضا علينا أن نوطد لعلاقاتنا ونبدأ نحن ككرد من البيت الداخلي الكردي. حقيقة ليس من خيار أمامنا سوى أن نجسر نحو أنفسنا، أن نوحد صفوفنا ككرد، أن نتجاوز الجراحات التي تمت. طبعا أنا دائما لا أضع العابرين وهم حفنة أسماء محددة تعد على أصابع اليد، هؤلاء لا أعدهم من عدادنا، ولكن البيت الكردي سوف يعود ويتوحد. تلك الروح موجودة. أنا ألتقي بكرد من مختلف الرؤى، آراء جميعهم لا سيما بعد التحولات الأخيرة كلها أنه تتحدث عن نقاط الالتقاء. أيضا السوريون جميعا تلك النظرة التي كانت متواجدة عن الكرد والتي تنبذ الكرد نتيجة سياسات حزب البعث، ولا أقول نظام الأسد وحده، النظام العنصري والنظام ما أرسله عبد الناصر أيضا. فالسوريون لابد من أن يتجاوزوا تلك الرؤى ويؤسسوا لعلاقة جديدة مع أخوتهم الكرد، وهذا ما أنا موقن به. المرحلة المقبلة هي مرحلتنا، ربما نحن قد لا نجدها في الأيام القريبة، ولكن أبناؤنا أحفادنا سيعيشون تلك المرحلة بكل تأكيد. بالنسبة للقصيدة أيضا سأحاول أن أفتح عفوا هذا كتاب جماليات العزلة، هي عبارة عن مقالات فكرية كتبتها عن مرحلة العزلة، للأسف لم تصلني إلا نسخ محدودة. سأحاول أن أختار أجراس. جرسوا باب البيت، أيضا عن نصوص كورونا. للأسف أنا يعني لو أدري أتيت بقصائد أخرى كتبتها. جرسوا باب البيت لا يزالوا في انتظاره، لا أصبع تضغط على زره، لا أصبع تضغط على زره كي يبعث رنينه في البيت الصغير. لا يزال، أعيد النص، قراءة النص: جرسوا باب البيت لا يزال في انتظاره، لا أصبع تضغط على زره كي يبعث رنينه في البيت الصغير، كي يبعث رنينه في البيت الصغير. جرس الكنيسة وحده الكاهن في عيدي الفصح والصعود، يقرع ناقوس الكنيسة على تراتيل
أثر خطوات وروائح غابرة. بائع البوظة يوميا في الساعة 4:30 عصرا، بائع البوظة يقف تحت نافذتي، أي أيام كورونا، ينشر موسيقاه، ولعاب الأطفال يسيل من الشرفات ولا أحد يقترب منه. الشاعر: لا جرس في النص الجديد، لا جرس في النص الجديد، أية آلة رعب وراء هذا الخلل. عطلة طويلة جدا. حفيدي الصغير يسأل أباه: لما لا تقرع معلمتي الجرس بعد أن صارت مدرستي في الكمبيوتر؟ جرس الهاتف. نص آخر بعنوان جرس الهاتف، نصوص هي قصيرة. جرس الهاتف أنين غير مفهوم ينتاب جرس الهاتف ونحن نتحلق حوله. جرس الموسيقار الكوني. أية موسيقى جنائزية لا أحد إلا ويسمعها في البيت الكوني بعد أن عزفتها أصابع كائن لا مرئي. هناك نص بعنوان خلف الخط الحديدي قطار الشرق السريع. إبراهيم الأول. كان لي أخ اسمه إبراهيم، توفي ومن ثم ولد وأخذت عنه اسمه. رحمه عنوان الله. النص يعني ضمن نص طويل عنوانه إبراهيم الأول. الآن بعد 60 سنة، ولأن الجرائم الكبرى تسقط في القانون الدولي بحكم التقادم، فإنه لا بد من أن أغادر طوعا هذا الحفل التنكري وأرمي القناع وأقول إنني أحمل جواز سفر مزورا لشخص آخر اسما والديه كاسمي والدي. كان أشقر جميلا كما كانت تقول أمي، كان حكيما كما شهد له أبي كثيرا، كان اسمه إبراهيم اليوسف كما اسمي الذي سرقته منه. تركته أمي وراء الأسلاك الشائكة والألغام فوق الخط لتبكيه طويلا فيما بعد أن حملتني عنه سهوا، وما زلت أعيش بدلا عنه تحت الخط لأدعه يكتب الرواية والتاريخ ويدرس بعض علوم الفقه والدين كما علمه أبوه، من دون أن يترك بن عرتكة، هي القرية الصغيرة التي ولد فيها عند جدته وخؤولته. شكرا لك. شكرا لكم. طبعا أعتذر، أنا يعني التعليقات لا أراها، أعرف هناك تحياتي أيضا لهم، أعرف أن هناك أسئلة ولكن حقيقة لم أكن أتمكن من قراءتها. أعتذر من هؤلاء جميعا. تماما. أشكرك جدا أستاذ إبراهيم اليوسف، الغني عن التعريف. لن أقول الكبير فقط، الكبير صغيرة بقيمتك وقدرك. نكبر ببعض. أبا أيهم الغالي، كل الشكر لك. الحديث معك يحتاج لحلقات وحلقات إن شاء الله. بعد ما أجي في عندي أمامي عملية جراحية، أنت وعدتني، وبعد ما نعود من العملية بعد أول لقاء معك بعد العملية، أول لقاء أنا وأنت كمان. تسلم. لابد أن نشكر، هناك شخصيات مرموقة كثيرة، كلهم مرموقين يعني، لابد أن نشكرهم. لا أريد أن أذكر واحدا في سبيل لا يزعل الآخرون، لهم منا جميعا جزيل الشكر. أسئلة كثيرة ولكن محبتنا أكثر لهم. نعدهم بالحلقات القادمة. في عندي برنامج آخر، يعني حواراتنا توقفت بسبب مرضي، إعادة السرطان، وسأتعالج. أتمنى لك الشفاء العاجل. موعدنا قريب يا صديقي. تسلم. وسنعود إن شاء الله ببرنامج جديد، وهو لو كنت رئيسا، وسأستضيفك إبراهيم اليوسف لو كنت رئيسا لسوريا إن شاء الله. لو كنت رئيسا لاتحاد الكتاب بدلا عن عبد الباقي حسيني. طبعا جاينا نحن مكان الأستاذ عبد الباقي، له منا، هو بالكنترول عمدتنا، رئيس اتحادنا، له منا جزيل الشكر. تحياتي له لكم. للأخت والكاتبة والشاعرة يسرى زبير وعبد الباقي حسيني، لهم منا جزيل الشكر. وأتمنى أن تظل معنا أستاذ إبراهيم 5 دقائق تحت الطاولة بعد ما نودع المشاهدين. انتظرونا
تابعوا بايف تي في. بايف تي في برامجها ثقافية هادفة شيقة، تابعوها. وسنعود إليكم إن شاء الله في برنامج لو كنت رئيسا، ونتمنى أن يكون كل إنسان كردي رئيسا لنفسه، رئيسا لأفكاره، حرا بآرائه. كل الشكر لك يا إبراهيم يوسف، كل الشكر لكم مشاهدي بايف تي في على متابعتكم.